ما فيش حد ما بيغلطش، كلنا بنغلط، ولكن في فرق كبير ما بين الشخص اللي بيغلط ويندم على هذا الخطأ وبعدين يرجع يعمله تاني فيندم ندم اكثر وبعدين يرجع يعمله تاني وهكذا لحد ما فعلا حياته تفسد. ولكن على الجانب الاخر في شخص بيخطئ، بيندم، بيتعلم، بعدين بيتجنب هذا الخطأ فيما بعد، وحتى لو سقط فيما بعد برضه بيقوم ويتعلم ويتجنب الوقوع في نفس الخطأ مرة أخرى. الندم هو جزء أساسي من التوبة عن أي ذنب، ولكن الشيء المهم أو الشيء اللي بنفس الأهمية هو العزم على عدم الرجوع لهذا الذنب مرة أخرى. اللي حصل، المهم هو اللي جاي. ما تخليش الشيطان يلعب بيك ودايما يخليك حزين وندمان وعايش في الماضي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. يعني أتبع السيئة الحسنة تمحوها. انت عملت سيئة، اخطأت، مش اعمل بعدها حاجة كويسة عشان تمحوها. الاستغراق في الندم بيخليك محبوس في سجن الماضي وبيفوت عليك حاضرك ومستقبلك. فرفقا بنفسك يا صاحبي، خليك رؤوف ورحيم بنفسك كده يا صاحبي، زي ما بتكون رؤوف ورحيم بالناس اللي حواليك ودايما بتعذرهم. فاعذر نفسك برضه، مفيش مشكلة خالص. ما تستغرقش في الندم، اندم بالقدر اللي يخليك ما ترجعش لهذا الخطأ، ولكن ما تستغرقش في الندم عشان هتندم انك ندمت اكتر من اللازم.